صباح الخير والعافية على حبايبنا، إن شاء الله الكل بخير. شلونكم؟ منهاجك أبي ياسن والنبي خصمك ناصبي وبقلب المرض. نبدي وياكم صباحنا إن شاء الله بالخير والصحة والعافية والبركة على جميع المتابعين وجميع الناس، ويا رب يوفق كل الناس بحق محمد وآل محمد. وبداية شهر 1/6 إن شاء الله، بداية شهر جميلة وشهر خير على الكل يا رب يا الله. هلا وبنات، السلام عليكم. اليوم راح نسوي الايس كريم. بالعراق احنا عندنا الموطة العلاجية. ايش عندنا؟ عندنا نص كوب كريم شانتيه خذيت انا بالكاكاو، هذا كيس واحد، الباكيت بكيسين، انا اخذت كيس واحد، ونص كوب شكر، نضيف وياها فانيلا، ملعقتين حليب باودر، اثنين، وثلاث ملاعق ماء شاي ثعلبية، هاي وحدة، هاي اثنين، وهاي ثلاثة. هسه شو نسوي؟ نقلبهم على مود الثعلبية والشكر تتلابس والمواد او ما تفصص عندنا. وهسه شو عندنا بنات؟ عندنا كوبين مي بارد مجرش، يعني بارد كلش. خليت الاول، هذا الكوب الثاني. سو راح نبدي نخلط بيهم بالخلاط الكهربائي لين ما تصير بالايد، مستحيل. هسه نبدي نخلط بالخلاط. بنات هسه شوفي شلون صار قوامها، يعني ثقيل، يعني حتى بالخلاط ثقيل. بقيت بين ال5 دقائق الى 7 دقائق اخلط بيها، يعني قوامها ثقيل صار. هسه شو نسوي؟ نوديها نخليها بالمجمد. هسه مثل ما قلت لكم ناخذها نخليها بالمجمده، نخليها بهاي العلبه الريد او نفرغها بعلب صغار، بس انا راح اخليها بهاي العلبه لان راح اسويها لون ثاني. تبقى بين ال6 ساعات، او نريد نسويها من الليل للصبح. تدرون الدنيا حاره والجو حار، ونريد فشي يبرد على قلبنا ويطر على قلبنا، فخلينا نسوي موطة وناكل بالبيت اطيب وانظف. وهاي والله اطيب من مال المحلات، جربوها وما تخسرون شي. واشوفكم شكلها بعد التجميد. هسه بنات شو راح نسوي؟ راح نسوي الكريم شانتيه الابيض، يعني الايس كريم بكريم الشانتيه الابيض. عندنا كوب، راح حاطه في الكميه، كوب كريم شانتيه، كوب شكر، ملعقه واحده ماء شاي. راح اخلي ثعلبيه، يعني ذيك سويتها صارت كلش ثخينه بس طلعت روعه، بس راح اخليها المره لان هاي الفيزون كلش ثخين، يعني ما يحتاج هواي ثعلبيه. ملعقه ثعلبيه، فانيلا، 4 قلاصات مي، وخاشوقتين حليب باودر. ولازم نخلط الثعلبيه ويا الشكر والكريم شانتيه والحليب عمود ما تفصص عندنا، ومن نخلي عليها مي تنخبط بسرعه. تمام بنات؟ راح ندير 4 قلاصات مي باردة، الثاني، الثالث، الرابع، ونضيف الفانيلا. تمام؟ هسه نبدي نخلط بالخلاط الكهربائي. بنات باعوا هنا غيرت الطاسة اللي بيها لين ما شاء الله كثر الخليط وارتفع عندي حيل ما قدرت اخلطه، فبدلتها وراح ارجع اخلط.
حلو. شوفوا شلون قوام متماسك وثقيل ثقيل يخبل. هسه نجمدها بالمجمدة. هسه بنات مثل ما قلت لكم راح نجمدها بالمجمدة وبالفريزر 6 ساعات لو ليلة كاملة. بنات ما عدا من هاي الخلاط عادي تقدرون تسوون بخلاط العصير او مهراسة، بس مال بالايد ما تصير مستحيل، لان يراد لها خفق قوي ومتواصل. يعني انا 7 دقائق هنا اخفق بيها لحد ما صارت لهذا القوام. تمام بنات؟ يلا هسه اطلع لكم اياها بعد التجميد. بنات شفت الخليط هواي فشقلت، قلت انا مسويته هواي مضاعفته. راح اقسمه بالنص، اخلي قسم عليه لون ونكهه، والقسم الثاني اعوفه بالفانيلا ابيض. بنات هسه راح اخليه على هذا القسمته قليل من هذا الصبغ مال اللون الاحمر مال الفراوله، واخلي قليل من نكهه الفراوله ونخلطهم. بنات وهسه هذا الخليط صار عندي من الفراولة، هذا قوامه كلش حلو، وهذا بالفانيلا. فراح اخليه بالمجمدة لمدة 6 ساعات، او انا حخليه يوم كامل بالباكر واطلع لكم اياه واشوفكم اياه. بنات وهاي الموطة بعد طلعتها من المجمدة وجمدت ما شاء الله، يعني انا ما استحملت اول ما طلعتها ضقتها. كلش طيبة كلش طيبة. هاي بالكاكاو، وهاي بالفانيلا الابيض، وهاي خليت عليها نكهة فراولة ولون مال فراولة. هسه راح نبدأ نصب من عندها. ما شاء الله. هسه ناخذ اللون، نسوي هذا اللون بنات الوردي ما شاء الله. خلينا نخليه هنا بالكاسة، يعني فد شي. هاي الثانية قطعة، هسه راح نخلي الابيض. هذا الابيض بنات شوفوا، يعني والله العظيم انا ذقت الطعم كل من واحدة يخبر كلش طيب. يعني جربوها ما تخسرون شي، وموادها والله سهلة، والطعم ما احكي لكم عنه دمار دمار. شوفوها علو باعوا بنات. هسه شوفوا الجمال، وهاي بكيفكم تردون تزينوها بأي شيء، تردونه بكاكاو حبيبات، حتى لو تريدون تخلون اياها جوز شي. يعني الشكل ما احكي لكم عليه، والطعم فد شي. خليت عليها انا نكهه، راح اخلي عليه شويه حبيبات مع كاكاو. يعني انا صحيح خلي شويه متريقه، بس ما اسولف لكم بما قاومتها. ان شاء الله تجربوها بنات كلكم، والف عافيه مقدما. والله وصفه يعني كلش سهله وبسيطه، وبالخلاط او بالمحضره تصير فد شي. جربوها بنات واعطونا رايكم. تمام؟ اوكي، باي باي.